اللي في الصورة دي اسمها إلهام، بنت لسه في بداية حياتها. كان حلمها تعيش حياة طبيعية زي أي بنت في سنها، تبقى في بيت كويس، أسرة كويسة، وحاسة بالأمان. بس للأسف المصدر اللي المفروض يكون هو الأمان والحماية اتحول للكابوس اللي دمر حياتها. لما أب يتخلى عن فطرته، ولما البيت يتحول لساحة حرب نفسية وجسدية، يبقى احنا النهاردة قدام جريمة من أبشع الجرائم اللي ممكن تمر عليك. الأب في القصة ديت كسر كل القواعد وتعدى كل الخطوط الحمراء، ووصل لمرحلة من الجبروت والخلل النفسي صعب قوي أي عقل يستوعبها. إزاي أب يقدر يشوف بنته كأنها مراته؟ وإزاي يقدر يبرر أفعاله دي بمنتهى البرود؟ عشان تعرف أصل الحكاية خليني أحكي لك القصة من الأول. قبل ما نبدأ قصتنا النهاردة، حابب أفكرك إن عرض حلقات برنامج القصة من الأول بيكون كل يوم حد وخميس الساعة 10 بالليل. يلا بينا نبدأ قصتنا. سنة 2015 في محافظة كفر الشيخ، وتحديدا في قرية من قرى المحافظة، كانت بتعيش هناك أسرة بسيطة جدا. الأسرة دي مكونة من الأب إبراهيم وأم فاطمة وبنتهم إلهام، ومعاهم ابن أصغر من إلهام بسنتين. شكل الأسرة دي قدام الناس كان عادي جدا، حياتهم كانت حياة ريفية عادية. الأم فاطمة ست مكافحة، بتشتغل في الأرض الزراعية، وساعات بتشتغل في مصانع عشان تساعد في مصاريف البيت. والابن الصغير كان بيحاول يساعد والدته ويشتغل هو كمان. أما بقى الأب إبراهيم فكان شغال مقاول أنفار، شغلته إنه يجمع العمال ويوديهم للأراضي اللي محتاجين شغل فيها. إلهام في الوقت ده كانت لسه صغيرة، يا دوبك في المرحلة الإعدادية، وتعليمها كان بسيط. وبحكم نشأتها في الريف كانت بنت منغلقة قوي على نفسها، وما كانتش تعرف حاجة عن التكنولوجيا ولا ليها حتى اختلاط بالعالم الكبير اللي حواليها. كانت بتطلع تشتغل مع والدتها في المصنع، وساعات كانت بتشتغل في الخياطة أو في أي شغل بسيط على قد سنها. لحد هنا المشهد يبان طبيعي، أسرة بتكافح عشان تعيش، لكن ورا الأبواب المقفولة كانت بتحصل كارثة. الحكاية بدأت لما إلهام لاحظت تصرفات غريبة من والدها. كانت لما بتكون لوحدها في البيت وأخوها في شغله وأمها في وردية من الورديات بتاعت الشغل، يرجع أبوها إبراهيم بدري ويطلب منها تجهيز الأكل أو الحمام. إلهام كانت بتنفذ طلباته باعتباره أبوها، وده طبيعي، لكن إبراهيم كان بيتعمد يخش وراها ويبدأ يلمس جسمها بطريقة مش طبيعية. في البداية إلهام ببراءتها وسذاجتها ما كانتش فاهمة، وكانت بتفسر التصرفات ديت إنها نوع من أنواع الهزار أو الدلع من أب لبنته. عقلها كان بيرفض تماما يصدق إن اللمسات دي ليها أي معنى تاني. لكن مع تكرار المواقف الموضوع بدأ يزيد عن حده. إبراهيم أبو إلهام ما اكتفاش باللمسات كده وخلاص. إلهام لما كانت بتوطي عشان تستخدم حنفية المية في الحمام كانت بتتفاجئ بوالدها وراها في وضع مريب، وتصرفاته بتأكد إن نيته مش سليمة أبدا. الإحساس بالخوف وعدم الراحة بدأ يتملك منها، بس الخوف الأكبر كان إنها تتكلم. كانت خايفة تقول لأمها فما تصدقهاش، أو خايفة تعمل مشكلة في البيت وهي مش متأكدة من حكم اللي بيحصل ده. لو مستمتع لحد هنا، خطوة بسيطة تفرق جدا. اعمل لايك ونكمل. عشان إلهام تقطع الشك باليقين قررت تسأل، فراحت للشيخ في القرية وقالت له إن في واحدة صاحبتها أبوها بيلمسها في أماكن حساسة وبيعمل معاها تصرفات غريبة. يا شيخ الكلام ده حلال ولا حرام؟ رد الشيخ عليه على طول وقال لها إن اللي بيحصل ده حرام شرعا، وإن الأب محرم عليه تماما إن يعمل حاجة زي كده مع بنته، وإن اللي بيحصل ده يعتبر من الكبائر. هنا إلهام اتأكدت إن اللي بيحصل معاها ده جريمة في حقها وفي حق الدين. إلهام قررت إنها تواجه والدها، وفي أول فرصة وقفت قدامه قالت له إنها حاسة اللي بيعمله ده غلط وعيب وحرام، وإنها بنته وما ينفعش يتصرف معاها بالمنظر ده. المفاجأة كانت في رد فعل أبوها.
الراجل بمنتهى البجاحة والبرود رد عليها وقال لها الكلام ده مش غلط، أنا بعلمك الحياة، أنت لسه صغيرة، والحاجات اللي بعملها معاكي دي عشان تفهمي الدنيا وتتعلمي. ردود أبوها كانت عاملة لها تشويش في عقلها. من ناحية الشيخ بيقول حرام، ومن ناحية تانية أبوها اللي المفروض يكون مصدر الثقة بالنسبة لها بيقول لها إنه بيعلمها. لكن إبراهيم أبو إلهام استغل سكوتها وعدم قدرتها على الشكوى وبدأ يتمادى أكتر. وهنا التجاوزات زادت وتحولت من لمسات لأفعال فاضحة. كان بيتعامل معاها كأنها مراته مش بنته. إلهام كانت بتحاول تهرب من أبوها بأي طريقة، كانت بتتعمد تتأخر في الشغل مع أمها أو تطلب حتى ورديات إضافية عشان ما ترجعش البيت وأبوها موجود. لكن لما كانت بترجع كان بيستقبلها بالضرب والإهانة ويسألها اتأخرتي ليه، ويمنعها من الخروج ويجبرها تقعد في البيت عشان ينفرد بيها. الوضع المأساوي ده استمر، وكان إبراهيم بيستخدم أساليب رخيصة قوي عشان يبتز بنته. إلهام كبنت كانت في سن مراهقة وكانت بتحتاج تشتري حاجات بسيطة زي زيت للشعر أو كريم، وأما كانت بتطلب فلوس من أبوها عشان تشتري الحاجات ديت كان أبوها بيربط الكلام ده إنها تستجيب لرغباته، وكان بيقولها بصراحة كده عايزة فلوس عشان تشتري اللي انت عايزاه، اديني اللي أنا عايزه. إلهام كانت بترفض وكانت بتفضل تروح تستلف من جارتها ولا إنها تطلب من أبوها وتدفع الثمن الغالي ده. إبراهيم ما بطلش اللي بيعمله مع بنته، لكنه كمان بدأ يتحكم في مستقبلها. كل ما يتقدم لها عريس كان بيرفض على طول ومن غير أسباب. إلهام كانت بتتمنى تتجوز مش عشان تتجوز ولكن عشان تهرب من أبوها، كانت موافقة على أي حد، المهم تخرج من البيت اللي اتحول لجحيم. أما إلهام وصلت 18 سنة، في يوم من الأيام كانت والدتها فاطمة قاعدة في المطبخ وكان معاهم جارتهم وبنتها. في التوقيت ده إلهام دخلت الحمام تغسل وشها، اتفاجأت بإبراهيم أبوها داخل وراها الحمام وحاول يعتدي عليها بجرأة غريبة، وما كانش عامل حساب لمراته ولا للجيران اللي قاعدين بره. في اللحظة دي إلهام انفجرت وصرخت بأعلى صوت وطلعت تجري على أمها وهي منهارة. فاطمة اتخضت وسألتها في إيه، وهنا إلهام قررت تقول كل حاجة بقى. حكت كل حاجة قدام أمها وقدام الجيران، حكت لهم على كل اللي بيحصل معاها وعلى الأماكن اللي أبوها حط إيده عليها وعلى تصرفاته القذرة معاها. فاطمة أم إلهام في البداية كانت مستغربة وقالت لها أكيد يا بنتي أنت فاهمة غلط، ده أبوكي ومستحيل يكون قصده حاجة من اللي أنت بتقوليها. الأم كانت بتحاول تدافع عن صورة الأب، أو يمكن كانت بتحاول تحمي نفسها من حقيقة مرعبة مش قادرة تصدقها. لكن إلهام واجهتها وفكرتها بكل المرات اللي طلبت فيها تروح معاها الشغل عشان ما تقعدش في البيت لوحدها مع أبوها، وفكرتها برضو برفض أبوها المستمر للعرسان اللي بيتقدموا لها، وقالت لها إن الراجل ده شراني ومؤذي. وهنا لازم نقف عند كلمة شراني. فاطمة أم إلهام افتكرت تصرفات جوزها العنيفة مش بس مع بنتها لكن معاها هي كمان. إبراهيم كان متعود يضرب مراته ويهينها، وفي مرة من المرات ولع النار في البيت وحرقه بالكامل، البيت اللي مراته فاطمة بنته بفلوسها وشقاها وتعبها أما كانت بتشتغل في الأراضي الزراعية أو المصانع. ورغم إن فاطمة أخدت قرض واشترت لجوزها جرار زراعي عشان يشتغل بيه ويحسن دخله، إلا إنه كان بيقابل الكلام ده بالجحود الشديد. الخوف من إبراهيم كان مسيطر على كل اللي في البيت، حتى ابن إبراهيم الصغير. إبراهيم بقى كان خبيث جدا وقدر يستميل ابنه ويخليه في صفه ضد أخته إلهام. وكان لما إلهام ترفض رغباته يضربها بحجة إنها حرقت الأكل وهي بتعمله أو إن المطبخ مش نظيف، وكان بيسلط أخوه عليها ويقول له إن أخته بتتلكع في المشاوير عشان يزرع الكره والشك بينهم. وبعد الموقف اللي حصل في الحمام إلهام خيرت أمها، يا إما تخلصها من الراجل ده يا إما هتطفش وتسيب البيت وتفضحهم. فاطمة أم إلهام خافت على بنتها وقررت إن شرف بنتها وحياتها أهم من البيت اللي هم عايشين فيه، وراحت لبيت أخوها اللي هو خال إلهام وحكت له على كل حاجة. خال إلهام
سمع الكلام مستغرب وطلب دليل على الكلام ده، لأنه قال لهم الكلام ده خطير جدا ولازم يبقى فيه إثبات، عشان فعلا لو الكلام ده حقيقي نقدر ناخد إجراء قانوني. وفي وسط الأحداث دي حصل تطور غريب. شغل إبراهيم في المقاولات قل، فقرر إنه يشتغل سواق ويسافر لفترات طويلة. وفاطمة وإلهام اعتبروا إن سفر إبراهيم ده رحمة بالنسبة لهم. لكن قبل ما يسافر إبراهيم عمل حركة خبيثة قوي، اشترى موبايل وحط فيه خط وسابه مع مراته فاطمة وقال لها الموبايل ده عشان أطمئن عليكم وأنا مسافر. إبراهيم سافر وبدأ يتصل، وفي مكالمة من المكالمات طلب من فاطمة إنه يكلم بنته إلهام. فاطمة شكت وقالت لبنتها ردي على أبوكي بس افتح السبيكر عشان أسمع المكالمة. المكالمة اللي حصلت دي كانت الدليل اللي فاطمة كانت بتدور عليه، وفي نفس الوقت كانت الصدمة اللي قتلت أي ذرة شك عندها. إبراهيم طلب من بنته تخش الأوضة وتقفل على نفسها، وبدأ يطلب منها طلبات عيب قوي، وكان بيقول لها تصور له أماكن حساسة. إلهام كانت بتبص لأمها وبتهز راسها وبتجري في الكلام وبتقول له حاضر تمام. طبعا ما كانتش بتعمل حاجة بس عشان تثبت لأمها حقيقة أبوها إبراهيم. وبعد ما إبراهيم نهى المكالمة فاطمة انهارت، ما كانتش مصدقة اللي سمعته بودانها، بس اتأكدت إن جوزها مش بس قاسي، ده مريض ومجرم. لما رجع إبراهيم من السفر حاول يكرر اللي بيعمله مع إلهام، لكن إلهام في المرة دي رفضت وبدأت تقاومه. هنا إبراهيم اتجنن وطلب منها إنها تنسى فكرة الجواز وهو يقدر يلبي لها كل احتياجاتها، وقال لها لو ما سمعتيش الكلام أنا ممكن أخلص عليكي. ما قدرتش تسكت أكتر من كده، فراحت لأخوها تاني وقالت له إنها سمعت المكالمة بنفسها. هنا بقى قرروا إن هم لازم يروحوا للشرطة فورا. وفعلا فاطمة أخدت بنتها إلهام ومعها أخوها اللي هو خال إلهام لاسم الشرطة، وقدموا بلاغ رسمي ضد إبراهيم أبو إلهام واتهموه بالتحرش والاعتداء على بنته. الضابط لما سمع الكلام ده كان مذهول من اللي بيسمعه، سألهم معاكوا دليل على الكلام ده؟ فاطمة قدمت له الموبايل اللي حصلت عليه المكالمة وقالت للضابط إن المكالمة كانت على التليفون ده. وهنا الشرطة بدأت إجراءاتها وتم القبض على إبراهيم وحبسه 15 يوم على ذمة التحقيق، وتم تحويل إلهام للطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها. أما طلع تقرير الطب الشرعي أثبت إن إلهام لسه بنت بكر، وده معناه إن اعتداءات الأب ما وصلتش لمرحلة فض الغشاء، لكنها كانت اعتداءات خارجية وتحرشات جسيمة. وعشان ما كانش فيه تسجيل صوتي للمكالمة وما كانش فيه كمان دليل مادي قاطع بيثبت التحرشات اللي حصلت جوه البيت، وعشان برضو إبراهيم المتهم أنكر كل التهم المنسوبة ليه، النيابة قررت إخلاء سبيله بكفالة مالية. القضية فضلت مفتوحة، لكن إبراهيم خرج عشان يكمل حياته ويسيب وراء إلهام وأمها في حالة من الرعب والقهر. بس فاطمة ما استسلمتش، وكان معها شهادة الجيران اللي كانوا موجودين يوم قصة الحمام، وبرضه كان في معاها شهادات جيران تانيين سمعوا وشافوا حاجات مش طبيعية. لكن الإجراءات القانونية كانت دايما محتاجة أدلة أقوى. القضية يا جماعة بتاعت حلقة النهاردة بتكشف لنا جانب مظلم جدا من انعدام الإنسانية. إزاي الأب اللي الفطرة بتخليه يضحي بحياته عشان بنته يتحول لوحش بينهش في لحمها. إلهام عاشت سنين من عمرها تحت ضغط نفسي وعصبي رهيب، بتنام وهي خايفة من الباب اللي ممكن يتفتح عليها في أي لحظة. قصة النهاردة بنطلع منها برسالة مهمة جدا، وهي إن إحنا ما ينفعش نسكت على الغلط مهما كان مين اللي بيعمله. إلهام فضلت ساكتة سنين من الخوف والجهل، وده خلى أبوها يتمادى أكتر. الأمهات لازم يكونوا قريبين من بناتهم ويسمعوا لهم كويس ويصدقوهم، رغم إنها كانت شاكة لكنها أخدت وقت طويل عشان تاخد موقف حاسم. وفي الآخر خالص رسالة لكل بنت: جسمك خط أحمر، ما تسمحيش لأي حد مهما كانت صلة القرابة ما بينك وبينه إنه يتجاوز حدوده معاكي. نظرات انت شايفاها مش كويسة
لمسات انت شايفاها برضو مش مريحة، او الكلام حتى اللي فيه ايحاءات، كل ده علامات خطر لازم تقفي عندها وتاخدي موقف وفوري. ربنا يستر على بناتنا كلهم ويحفظ بيوتنا من الشرور اللي زي دي. حكاية إلهام بتاعت النهاردة دي حكاية توجع القلب، بس كان لازم نحكيها عشان نتعلم منها ونوعي غيرنا. حلقة النهاردة فيها درس مهم جدا، يا ريت ننشر الحلقة دي على كل حد بنحبه عشان يفهم الكلام ده كويس، وساعة الجد لا قدر الله يعرف يتصرف ازاي. حلقتنا كده خلصت النهاردة، ونشوفكم ان شاء الله الحلقة اللي جاية. سلام. اول قضية من نوعها تخليك تتأكد ان الواقع اغرب بكتير من اي خيال، وان النفوس البشرية ممكن توصل لمراحل من الشر مفيش عقل يستوعبها. والقصة دي بالتحديد بتبين ازاي ان الغدر ممكن يجي من اقرب الناس.